كان الدكتور يوسف عراقي أحد أطباء مستشفى مخيم تل الزعتر الذين عاشوا فترة الحصار ومعارك المخيم حتى اليوم الأخير، فانتقلنا إلى العاصمة النرويجية أوسلو للقائه هناك. بدأ على تل الزعتر الحصار التمويني، بدأ في يناير 76 عندما كانت قافلة يعني تحمل مواد تموينية ومواد طبية للمخيم، أوقفت ومنعت من الدخول إلى المخيم. لا مثلا بعد ذلك يعني شعر أهالي المخيم أنهم يعني تعرضوا لحصار تجويعي، فقاموا بمحاولة لفك الحصار، وكانت هناك معركة سميت معركة حرشتابت. وبعد هذه المعركة يعني صار هناك اتفاق وجرى إدخال المواد التموينية المخيم. بعدين كنا نحن عم نحاصر، أول شيء إنه عم نحاصرهم غذائيا مشان هن يفكروا يهربوا يفلوا. طلع عندهم مستودع حبوب، كان معمل حبوب إيزي كوك بيس الباشا، بخلي المخيم على 3-4 سنين ياكلوا كلياتهم لو 10,000 شخص. يعني كان حصارنا فرد، ما كان في إلا الحل العسكري. بعد أن أتمت قوى الجبهة اللبنانية حصارها على مخيم تل الزعتر بمساندة فصائل من الجيش اللبناني، استعدت لمعركة المخيم أطراف عدة شاركت بها. فمن جهة شاركت أحزاب الجبهة اللبنانية ومجموعات مسيحية من الجيش اللبناني تحت مسمى جيش لبنان، وعلى الجانب الآخر كانت القوى المدافعة عن المخيم تتألف من أحزاب تابعة للحركة الوطنية اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي شاركت من داخل وخارج المخيم بالمعركة. كان حزب الكتائب أحد أحزاب الجبهة اللبنانية المشاركة بالحصار، رغم العلاقة التي كانت تربطه بقيادات حركة فتح. هذه العلاقة التي أدت لمفاوضات علنية وسرية حتى أثناء المعارك. كان الحوار بين بشير جميل وياسر عرفات عبر أبو حسن سلامي، وأذكر جيدا كأنها الآن كنا مجتمعين مع الله يرحمه كمال جنبلاط، فدخل علينا الوزير السابق للدفاع اللبناني وكان من أنصار ورفيق لكمال جنبلاط محسن دلول، وقال له كمال بيك السوري صاروا على المصنع. فحينئذ قال كمال جنبلاط يا شيخ بشير ما بدهم يانا نتفق مع بعض. اتفاق القوى الثلاث جاء متأخرا، فقد دخل الجيش السوري لبنان رسميا في الأول من يونيو حزيران 1976 تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني وبحجة حماية المسيحيين. دخول الجيش السوري إلى لبنان أدى إلى تغير كبير في موازين القوى. بعد أن كان حليفا ورديفا للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية، أصبح عمليا حليفا للجبهة اللبنانية للمعسكر المسيحي. أدى هذا على الأقل إلى حصار. أصبح المنفذ الوحيد للمقاومة والحركة الوطنية هو عبر البحر. أنا أظن أن صفقة حدثت ما بين الأمريكان وما بين النظام السوري تقول له بأن يدك مطلقة في لبنان. لكن ما طبيعة هذه الصفقة السرية وما هي تفاصيلها؟ خفايا كثيرة عن هذه الصفقة كشف لنا عنها المختصون الإسرائيليون بعد أن ظلت ولعقود يلفها الغموض والسرية. القنوات الدبلوماسية السورية الأمريكية بدأت عام 1974 بعد حرب أكتوبر، عندما لعب هنري كيسنجر دور الوساطة بين إسرائيل وسوريا
لتوقيع اتفاق فك الاشتباك في يونيو حزيران عام 1974. لكن عام 76 عندما احتاج حافظ الأسد خلق بيئة دبلوماسية مناسبة لدخول القوات السورية إلى لبنان، كان سعيداً بإعادة تلك القنوات الدبلوماسية الأمريكية. كان أتمار رابينوفيتش رئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع سوريا عام 93، وشغل مناصب عدة من بينها سفير إسرائيل في واشنطن ومستشاراً لرابين، واطلع على الأمور عن كثب. اتفاق الخطوط الحمراء هو نتاج الحرب الأهلية اللبنانية، وغير من مواقف حافظ الأسد في تلك الحرب. كلاهما الأسد ورابين رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت وافقا على وساطة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هنري كيسنجر، وهكذا تم التوصل للاتفاق الذي أوصل للتفاهمات السورية الإسرائيلية وموافقة إسرائيل على دخول القوات السورية إلى لبنان. احتوى الاتفاق السري بحسب ما وثقه رابينوفيتش على 4 بنود رئيسية تقاسمت فيها سوريا وإسرائيل النفوذ في لبنان كما يلي: يحظر على القوات السورية تجاوز الخط الأحمر الذي يبعد 40 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية. يحظر على القوات السورية إدخال صواريخ أرض جو إلى لبنان. يحظر على القوات السورية استخدام سلاح الجو في ضرب أهداف على الأرض اللبنانية. يمنح سلاح الجو الإسرائيلي حرية التصرف في لبنان. قرروا إبقاء الاتفاق سرياً لجعل الأمور أسهل لأشخاص مثل عبد الحليم خدام، الذي كان سيجد من الصعب الاعتراف بأنهم قاموا بتوقيع اتفاق مع إسرائيل ضد اليسار اللبناني والفلسطينيين. من وجهة نظر السوريين أو النظام السوري كان الاتفاق مخجلاً، لكن بالتأكيد خدام يعلم جيداً ماهية الاتفاق. حاولنا الاتصال بعبد الحليم خدام في مقر إقامته في باريس، لكنه رفض التعليق على موضوع تل الزعتر بشكل قاطع. فما الذي قدمه النظام السوري أيضا لإسرائيل في مقابل هذا الاتفاق؟ نعم، الأسد أبقى على جبهة الجولان ساكنة، وهذا كان جزءا من الاتفاق وأنه يمكن الوثوق به، لكن أحدا لم يكن يتوقع في ذلك الوقت أن الأسد سيستسلم. بعد انقلابه على حلفائه من الفلسطينيين واليسار اللبناني، أراد النظام السوري منع أي اتفاقات يتم التوصل إليها بين أطراف الصراع، فاستخدم قوى فلسطينية تابعة له تتهمها فتح والجبهة اللبنانية بتعمد خرق وقف إطلاق النار للإبقاء على الصراع القائم مبررا لدخوله لبنان. تجربتنا احنا مع القيادة العامة ومع الصراع كانت تجربة سيئة. القيادة العامة بالذات، يعني القيادة العامة يوم يكون عددهم في داخل الخيمة قلال يعدوا على الأصابع، لكن يوقف القتال لفترة يطلعوا من المدفع 60 أو 60 بيطلقوا منه الخزائن. الخزائن ما بتوصل على القتال، هي بتنزل في داخل المخيم لأنه هذا كله مسافته قريبة من 65، بس بصير رد من قبل الكتاب على المخيم تقصد المخيم كمان. ما كانوا بيخلوا الواحد يرتاح، مش مخيم يرتاح. كانت القيادة العامة تلتزم بأي قرار يصدر عن القيادة العليا ومنظمة التحرير، واللي هي القيادة العامة جزء كانت من هاي المنظمة وشريك فيها. كان القرار ياخذوه بالإجماع، وكانت القيادة العامة تلتزم بالقرار. احنا بمخيم تل الزعتر كنا كأبناء المخيم وكفصائل بداخل هذا المخيم كنا مسالمين لن نخرق وقف إطلاق النار. اللي كان يخرق وقف إطلاق النار ويعتدي على أبناء المخيم هن القوى الانعزالية وليس أبناء المخيم. اللي كان يخرق إطلاق النار كانوا جبهة شعبية مش فتح، لأنه شاستري
هو تابع لأبو حسن سلامة، وأنا قعدت 48 ساعة هونيك بالمنطقة هيديك عنده 48 ساعة.